مرحبا. بهالشريط رح أعلمكم كيف بنعرف البيض الطازج من البيض البائت. بأيامنا هيدي صار البيض عم يجي ومختوم عليه تاريخ انتهائه مثل ما شايفين هون. ورغم هالشي لازم نكون يقظين، لأنه البيض الفاسد ممكن ينقلنا أمراض خطيرة، خاصة لما نستخدمه بمأكولات نية مثل المايونيز والكريمة، كريمة الحلويات والبوظة. الطريقة سهلة كتير. بواسطة أي أداة بنكسر البيضة نطلع جيدا بالصفار، نطلع جيدا بالصفار مثل ما شايفين هون. نطلع جيدا بالصفار إذا كان متكامل، كرة كاملة متماسكة مثل هون، يعني هذا بيض طازة. فينا نستخدمه للوصفات اللي بتتطلب بيض ني. وإذا كان الصفار مائع شوي، فهذا بيعني انه بدأ يقترب من انتهاء صلاحيته، وممكن نمرره بالقلي او المأكولات اللي بتنطبخ. اما اذا كان الصفار مائع ومنتشر جدا ورائحته كريهة، فبنرميه فورا في الكمامة لانه فاسد وغير صالح اطلاقا للاكل. ملاحظة اخيرة، احيانا ممكن ينفقس الصفار بأداة حادة مثل السكين اللي حاملها واللي استخدمتها. ممكن ينفقس بطرف المقلاية وينتشر شوي، فما تخافوا، هذا طبيعي. هفرجيكم هون بمجرد ما ينكسر بمياه طبيعي، هيدا مش ما في اي اشكال. وهيدي هي طريقة كتير سهلة. بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هالمعلومات، بتمنى تفيدوا غيركم، تنشروها لافراد العائلة والاصدقاء، وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب. وبأي وقت فيكم تشوفوا كافة أشرطتي بالبحث في اليوتيوب تحت إيهاب بلانت. وإلى اللقاء في فيديو قادم.